رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي اللي كتحدث على كرة القدم وكتجبد الشهداء. انت اش بغيتي الشهداء؟ واحد كان يتوقع هذه النتيجة. شوف محمد، انت قلت كلمة جميلة، كرة القدم لا شيء مستحيل. ممكن في لقاء العودة على الأقل نفوز ونخرج بشرف، ما نخسرش ذهابا وإيابا. هضر شويه بجد باش نسمعوا. شرف لي ويسعد لي ان اكون بينكم في هذه مأدبة العشاء. حقيقة عارضين أتقمص مرحبا بك. الفرحة يتقاسموا الفرحة. مثل ما قلت اليوم شباب قسنطينة، اليوم رجع شباب الجزائر. اليوم راح ترفعوا الراية الوطنية. المطلوب هو أنكم تكونوا أحسن سفراء لهذا البلد، بلد 1.5 مليون شهيد. ترفعوا الراية الوطنية. وأنا عندي ايش دخل الشهداء في كرة القدم؟ هذا واش رئيس اتحادية لكرة القدم ولا رئيس الأركان؟ هذا واش غادي يلعبوا الكرة ولا واش يديروا الحرب؟ قال لك 1.5 مليون شهيد. عندي إحساس كبير لأنه الفريق عنده إرادة وعزيمة قوية، بداية من المدرب واللاعبين، إيمانهم في طاقاتهم وإمكانياتهم. عنده إحساس كبير. سير كون خديتو 4 العقبة الماتش الجاي إن شاء الله ياخذوا شي 4 أخرى. رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي اللي كتحدث على كرة القدم وكتجبد الشهداء. انت اش بغيتي الشهداء؟ خلي الشهداء في قبورهم، خليهم مرتاحين ديالهم. الان هذه راه مباراة ماشي ديال الشهداء، الان كرة القدم هذه مباراة ديال اللاعبين والجاهزين. هذه مباراة ديال كرة القدم. الابعاد ديال كرة القدم في شمال افريقيا بين الاحياء نمارس كرة القدم ونتبارى من اجل خلق القوة ديال الغد، ومن اجل اطار رياضي ايضا محاربة التخلف. اما تبقى انت كترجع اي حماس غادي تنزل الضغط على هاد الناس هادو، ماشي في صالحهم، وكتصيفط رسالة. دابا ما فهمتش علاش كيجبد الشهداء في مباراة كرة القدم. يعني واش زعما يجيو يتفرجوا في الماتش زعما ولا غيشجعوا الفريق ديالهم ولا كيفاش؟ صدق من قال عنهم عالم آخر. صراحة حقيقة هم عالم آخر لا مثيل له. الاتحاد الجزائري ديال الكره كيتشرط داكشي اللي ما لقاش في الجزائر كيطلبوه هنا في المغرب. مرحبا سيدي، غنوفروا لك كل شيء. وبالمناسبه الاتحاد الافريقي ديال الكره سلط عقوبات على شباب قسنطينه. بون نبداو بالتشراط هو الاول ياك، نبداو بالتشراط سيدي. الاتحاد الجزائري ديال كره القدم صيفط واحد الرساله للجميع، قال لهم سيدي ها حنا طالبين فريق قسنطينه باش يلعب. داكشي اللي ما عندهمش كارز جديد، ميني فان، طوموبيله للراي، نعطيكم الديتاي. الوغ سيدي قال لك غيجيو هما 59. مرحبا بهم اخويا، ماتش ديال الكره. المهم راه غتلعب بلا خريطه هنا قسنطينه، داك الاشهار حيدنا منه الخريطه. قلنا سيدي غادي تجيو 59 عضو، 27 لعاب، الشيء الاخر كله ماشي لعابه. دونك 59 عضو اللي غيجيو في الطياره خاصه غينزلوا في وجده. طلبوا سيدي كار الاول قال لك ديال 50 واحد. جاكم سيدي كار من افخم الكيران، داكشي اللي ما عندكمش في الجزائر غتلقاوه هنا. هذه رساله للاتحاد الجزائري. طلبوا واحد الكار صغير غيهز 20، غنعطيوكم ميني بيوس. الكار اللي ما عندكمش ليه اخر ما كاين غتاخذوه هنايا. عاود طلب واحد الحاجه اخرى، قال لك سيدي طوموبيله للرئيس، غنعطيوك افخر ما كاين في الطوموبيله، تكون هاني غير اجي غير ما تغضبش، غير ما تغضبوش. وطلبوا واحد الميني فان قال لك باش يهزوا فيها الامتعه، غنعطيوكم ميني فان تهزوا فيها الامتعه نعم سيدي. وهذا الشيء كله لن ينسينا انه غادي تلعب شباب قسنطينه بلا ديك الخريطه اللي كانت عنده هنا في الاشهار ديال الشركه الوطنيه لحفر الابار. هادشي لن ينسينا هذا. المهم داكشي اللي اوطيل مزيان، انا نعطيوكم احسن ما كاين في لي زوطيل في الشرق. الدنيا هانيه، حنا كره ما غير اجي وانتم خوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي المشاهدين، صدق الله العظيم. اول اهداف اللقاء ولسه ما خدتش ولا شفطه من كوبايه الشاي، عرضها سونج هونج لعونج بونج، سجل اول اهداف اللقاء. وفي
ديال البنات صراحه راه داير الحالات، ما كاين غير 7 8 ما كيرحموا ما كيعقلوا حتى شي واحد. السلام عليكم خوتي. معلومات على نهضة بركان المغربي. هذا الفريق يعني حديث النشأة وفي وقت قصير سيطر على البطولة المغربية وسيطر على الأندية العريقة في المغرب كالرجاء والوداد والجيش الملكي. ما يعني في الشامبيونات تاعهم دركا داو الشامبيونات قبل ما تكمل ب 5 ماتش ولا 6 ماتش وما عندهم فرقة مليحة، بصح حبيت انا نركز على نقطة واحدة. هذا الفريق هذا تحت حماية فوزي القجع. فوزي القجع هو اللي قاعد يطلع في الفريق هذا وضعف الرجاء وضعف الوداد، يعني دالهم لي جوار تاعهم باه ولا الفريق هذا قوي. وحاجة ثاني خلاف خوتي، من أكره الفرق المغربية يعني بس الفرق ديال البطولة الوطنية كلهم فوق راسنا. شكون اللي قال لك من أكره الفرق؟ ما عرف كيجيبوا هاد الناس هاد المعلومات هادي. وقال لك القجع ضروري ما يدخلوا القجع. القجع سيدي هو اللي ماركا 4 ديال البيوت. علاش الشباب قسنطينة؟ هذاك القجع صراحة وحليهم هنا. الفرق المغربية كامل يكرهوا الفريق هذا، ما يحبوش ما يبغيوش. بدي سير راك كومبليتو 4 والعقبة والماتش الجاي تاكلوا شي 4 أخرى. ولا واحد كان يتوقع هذه النتيجة. الجميل في الأمر بما أننا تحدثنا على العنف في الملاعب، شفت أنا بارح واحد الأمور اللي ما شاء الله عجبوني في التوقيت اللي كانوا يلعبوا شباب قسنطينة. جاء من التوقيت مع صلاة المغرب ولا ماني شافي مليح. جست أنا على صلاة العشاء مقاهي بزاف في الطريق نحو المسجد، لقيت شوف ونعرفهم ناس كامل نعرفهم، أنصار اتحاد العاصمة، أنصار مولودية الجزائر، أنصار شباب الوزداد، أنصار شبيبة القبائل، أنصار كل الفرق تتفرج ومتحسرة جدا على خسارة نادي شباب قسنطينة. هذوما المظاهر اللي لازم نبنوا عليهم. رانا أبناء شعب واحد، ماذا بينا كي تلعب قسنطينة نشجعوا قسنطينة، تلعب الاتحاد نشجعوا الاتحاد، يلعبوا وهران نشجعوا وهران، يلعبوا البيض نشجعوا البيض. وما بيناتهم راه كياكلوا بعضياتهم لدرجة حتى البطولة ديالهم محرومة من الجماهير، يعني كيلعبوا بدون جماهير بسبب الشغب والعنف والمضاربة اللي كاينة في الملاعب. وجا قال لك اسيدي ولكن على المغرب على المروك ولاو كاملين يد وحده. عجيب امرهم والله. بيض هذه بين قوسين. شوف محمد، انت قلت كلمة جميلة، كرة القدم لا شيء مستحيل. ممكن في لقاء العودة على الأقل نفوز ونخرج بشرف، ما نخسرش ذهابا وإيابا، نفوز ونخرج بشرف. ولما لا تبقى تخسروا إن شاء الله ذهابا وإيابا. أنتم مولفين مع التبهديلة وبصحتكم التبهديلة. الخوت ديالنا كان هذا هو الفيديو ديالنا لهذا اليوم هذا. تهلاو، السلام عليكم.